النهارده انا مش هتكلم نظري، النهارده انا هنزل اشتري سبيكة الذهب ونشوف التجربة على الطبيعة. اكيد بقالك فترة بتسمع جملة ان الذهب هو الملاذ الامن، بس حد قالك تشتريه ازاي او تعمل ايه او تخلي بالك من ايه؟ انا هقول. ما تيجوا نشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ اشرف، ازي حضرتك؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عايزين شايف انت الذهب ايه اليومين دول؟ الدنيا رايحه في داهيه. ما حدش يعرف في حاجه يعني. السعر متذبذب طبعا على اساس قرار الفيدرالي، سواء رفع صحيح. الفايده بينزل الفايده، فدي بترفع سعر الذهب، وفي تكالب عالمي على سعر الذهب. صحيح. انا ما افهمش طبعا حاجه بقى لا في الذهب، انا كل القصه معايا قرشين عايز احفظهم، لان انت عارف القيمه طبعا مجرد ما الذهب هيرفع الدنيا هتروح في ده. السبيكه على حسب سعر الذهب، وبتضيف عليه المصنعيه بتاعتها، بتبقى حوالي 70 جنيه، بتسترد منها 30 جنيه كاش باك لو انت بتبيع حسب سعر الذهب، بالاضافه 30 جنيه فوق سعر الذهب. يعني وانا ببيع بتاخد 30 جنيه كاش باك. انا دلوقتي بدفع 70، بس ساعه ما اجي ابيع هاخد كاش باك من ال 70 جنيه اللي انا دفعتها. 30 جنيه صح كده؟ طيب وهي بتبقى ايه، عيار 24 ولا 24؟ مفيش 21؟ لا، الجنيهات 21 لكن السبيكه 24. طيب الانواع، لان في هو شركات يعني في اكتر من شركه منزله السبائك، افضلهم ايرا وبي تي سي سام. انا سمعت عن بي تي سي كله هو بيشكر سواء فيها، بيقولوا هي اي شركه هي ذهبها مدموم تحت مصلحه الدمغه ومدموغه بعيارها وشغلها سليم، والمحل انت بتاخد منه محل معروف ومضمون وكده، بتاخد بيها فاتوره بالوزن والسعر والثمن وسعر وان الحاجه تكون مضمونه، تكون الماركه بتاعتها مضمونه، ماركتها، وتاخد فاتوره بي تي سي دي بتاخد بالسعر والوزن والعيار فاتوره بيها. بي تي سي دي اماراتي تقريبا؟ لا، بي تي سي شركه مصريه تبع شركه حسن نصار، موجوده هنا اصلا. نصار. طيب كان في بيقولوا هي الدمغه لو دايره مش عارفه تبقى تبع الامارات، لو محفوره تبقى تبع مصر، دي فيها مشكله ولا؟ لا ما تفرقش، كلها عيارها 24 كده شغال. وهل في منها مضروب؟ يعني في ممكن ناس يضحك عليها وتاخد سبائك مضروبه؟ لا، انت بتعتمد على المحل اللي انت واخد منه. انا واخد السبيكه دي وعليها سيريال نمبر مسجل في الفاتوره. سيريال نمبر مظبوط، هي بيبقى عليها سيريال نمبر بيتسجل في الفاتوره اللي انا هاخدها بالظبط. فكده ادي المحل وادي السبيكه وادي السيريال نمبر، فما فيش اي مجال للتلاعب. بالظبط.